مساء الخير أعزائي المستمعين ومستمعي راديو رسالة مع خديجة رجب وحلقة جديدة من ساحة للنقاش. يا أهلا بكم جميعا. وحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن التمرد. أيوة التمرد، وهي ظاهرة بتكون ما بين الأزواج. وقبل أي حاجة خليني أقول لكم إن أساس العلاقة الزوجية هي لازم تكون في بينها اتفاق وتناغم ما بين الأزواج، بس في كتير من الأوقات بيكون في سيطرة من الطرف للآخر على التاني. يا ترى مين المسيطر ومين اللي بيتمرد على الآخر، ويا ترى الخصوصية. وحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن التمرد. أيوة التمرد، وهي ظاهرة التمرد بتكون ما بين الأزواج. وقبل أي حاجة خليني أقول لكم إن أساس العلاقة الزوجية هي لازم يكون فيها الاتفاق والتناغم ما بين الزوجين، بس في كتير من الأوقات بيكون في سيطرة الطرف الآخر على التاني. يا ترى مين المسيطر ومين اللي بيتمرد على الآخر، ويا ترى الخصوصية في المجتمع المصري هي اللي بتدفع الراجل السيطرة على الزوج، ولا اللي هي بتفرض الزوجة إن هي بتتمرد على هذا الواقع. وطبعا في كتير جدا من الستات اللي بيفرضوا السيطرة على الأزواج لدرجة إن الراجل لا بيقدر يبص ولا يمين ولا شمال، وبيكون متخيل ان تكون عيون مراته مراقباه في كل حته. وعشان كده ربما يكون تمرد الازواج ده بيكون سبب من اسباب الطلاق، واللي هنتكلم عنه النهارده معاكم التمرد واسبابه والاثار المترتبه على الاسره والابناء، واللي بتوصل للطلاق احيانا في كتير من الاوقات، والتداعيات اللي هي بتوصل للتمرد وازاي نتعامل معاها. بس خليكم معانا بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وخلينا نقول لكم مستنيين آرائكم على الفيسبوك. ايه هي كلمة التمرد؟ التمرد ده بتبقى كلمة معناها ان تكون في ديكتاتورية معينة، بتكون ثورة، وبتكون ان الزوج بيتمرد على كل حاجة. اكيد التمرد ان الزوج بيعترض على كل حاجة، وان الشريك بيمارس كل ضغوطه وبيحد من طموحاته بمعنى الكلمة. وبنلاقي فيه كتير من الستات بتستجيب وبتسكت، والبعض الآخر بتقول لأ، وبنلاقي كتير من الناس بتستجيب وتسكت، والبعض الآخر بيرفض وما بيقدرش يتحمل المرحلة دي. وفي نهاية حلقتنا بحب أقول قبل أي علاقة نبنيها لازم نفكر كويس، ولازم يكون في تفاهم ما بين الطرفين عشان ما نوصلش لحالة التمرد. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من ساحة للنقاش مع خديجة رجب.